سميتها عرفتي تتجبد السميه ديال مرات خروبه على فمك، او لا حتى تقول انه هذا الموضوع هذا يخرج للعلن. تخيلوا معايا. اما هذه الكلمه هذه الاخوان اللي هي مورس ليجير، والتي تعني اخواني اخواتي اعزكم الله كل الاحترام والتقدير مني لكم، ولكن هذه هي الترجمه الحرفيه التي تعني الانحطاط الاخلاقي اللي تيهضروا فيه على الانحطاط الاخلاقي ديال زوجة بومدين. مارياج سكري كوبل اورو. هنا تيطرح علينا الكاتب او الصحفي السؤال: هل هذا زواج سري كوبل واش سعيد؟ ولكن تيقول لك با تو تافي، لا بتاتا ونهائيا ومطلقا. ان كروار ان اوتر ميمود لومباساد انتيتولي فواحد البرقيه واحده اخرى ديال هذا السفير اللي غتصيفط لي دو فيزاج دو بندين، الوجهين البوخ الربا المقبور، اي اكسبيديا واشنطن اللي تصيفطات لواشنطن في 21 ماي 1974. سون ريداكتور الكاتب ديالها افيرم يؤكد على ان لو شيف ديال ليتا الجيريان confronté à des difficultés politiques sans jamais mettre un terme à son mariage. سيواجه الكثير من les difficultés الصعوبات اللي غتواجهو سياسيه واللي غتاثر على الزواج ديالو، واللي تقدر انها تؤدي حتى للطلاق ونهايه الزواج ديالو. لو برينسيبال روبروش اللي زعما اللي تيروبروشيو ليه الناس في هذاك الوقت، هو لو برينسيبال روبروش que lui adresse son entourage est sans doute d'avoir épousé une femme divorcée de mœurs légères. الكل كانت ينبوا وتيقول لي علاش شوهتي بينا وحطيتي لنا وجهنا في الطين، علاش تزوج من هذه المرأة الشابة المطلقة اللي عندها انحطاط أخلاقي. علاش تتزوج بواحد الإنسانة اللي هي ما مزياناش، منحطة أخلاقيا وعندها سلوكيات ومعروفة بواحد السمعة اللي خايبة في الوسط الجزائري. دون لا فيلياسيون يا سيغتان، وحتى بأنها ما معروف زعما نصها اوروبي، وهنا تيقولوا النص مسيحي مي كريتيان اوروبيان، ويعني النصف الاخر تيقولوا انه امها يهوديه، وبما انها امها يهوديه فديانتها يهوديه، لان في الديانه اليهوديه تيتبعوا الام. الا كانت الام يهوديه فلا تتكون انت يهودي، ماشي بحالنا حنايا عندهم داكشي هما مقلوب. écrit le diplomate. هذا سفير تيكتب زعما صيفط هذا الشيء هذا. بومدين افي اوبتوني ان دوسيي كومبلي. هنايا الاخوان تشرح بان بومدين صيفطوا له واحد الدوسيي كامل مكمول من لي سيرفي سكري من المخابرات الجزائريه، وهضروا لي على سور سون باسي الماضي الاليم المرير الفاسق ديالها، ولكن ما غيسمعش لهاد التقرير وما غيسمعش المخابرات ديالهم. فام دو مورس الجي دو مورس ليجير دو مورس ليجير صافي انا ولا عندي الانحطاط يساوي الجزائر. فام دو مورس ليجير، هاد المرأة المنحطة أخلاقيا أنسة، يعني هنا تيشير للزوجة ديال بومدين. سي سو دون الامباسادور ريتشارد باركر. هذا هو السفير الامريكي الاخوان اللي كان في هذه الحقبه في الجزائر، اللي هو ريتشارد باركر. سو في لي كو لي صيفط هذه البرقيه هذه اللي كانت تيهضر على هذا الشيء هذا، لي كو لو 4 اوت 1975 في 4 غشت 1975 citant sans la moindre source ni vérification, bref des rumeurs qui circulaient dans le sérail algérois laissant à croire que l'épouse du président avait eu une relation avec هادي كارثه. الاخوان سمعوا مزيان شنو غايقول لنا هذا السفير الامريكي. غايقول لك لي رومور، شنو قلنا سميت لي رومور، شبهات او لا الكلام اللي تيتداول في المحيط ديال المراديه. لو سيغا يعني هو تيسمى البلاط نورمالمون لو سيغا، ولكن يعني الناس اللي مقربين من السلطه شنو تيقولوا على هاد لي بوز هادي، تيقولوا بان هاد الانسان المنحطه اخلاقيا او هاد الزوجه المنحطه، الاشاعات اكزاكتومون ميرسي، هاد الزوجه المنحطه اخلاقيا تدور حولها شائعات او اشاعات بانها كانت على علاقه بالشريف بالقاسم، وعلاقه محرمه ماشي زواج، علاقه غراميه محرمه، اللي كان هو مينيستر في الدوله، كان وزير ديال الدوله. وفي هذاك كان شي لقاء اللي زعما كاينه شريف بالقاسم كانت معه انيسه، هو اللي قدمها للشاف ولا سون امي بومدين كما كتذكر لنا هنايا السفير ريتشارد باركر. فوالا اختي السبعيه انا كملت، تفضلي. اختي السبعيه السلام عليكم.
تبارك الله عليكم. فوزت لا الله ميور. يحفظك اخويا يونس، مرحبا بك. عندي مجرد واحد المعلومه اللي كان هذا بوتفليقه الحمام هو كان سميتو حمام بوسيل. الا رجعتي لشي لواحد اللايف ديال الياس الملكه كانوا داروا واحد ان غران رابورتاج عليهم على بوتفليقه وحمام بوسيل، وكان معاهم داخل معاهم حتى الجنرال داك الوقت، كان داخل معاهم جنرال وجبدوا داكشي اسيرمونتي داكشي هو هذاك، وكانت تضرب لهم لايف ابري شي دميه تضرب لهم لايف حيت هاد الاخرين هجموا. هذا هي الكلمه اللي بغيت نقول لك، وتبارك الله عليك اي بون كونتينياسيون. مرحبا بك اخويا، مرحبا. الله يطول عليك. السلام عليكم. هاتي كبري راسك سبعيه باش نديروا البارطاج. الله يحفظك. الله يحفظك اخويا. غير حنا باقي محتاجين ايمان ان تسحل لينا على بوتفليقه لان كنا اختي السبعيه تفضلي يا مريم. هاد الشريف بالقاسم راه تزاد في الدار البيضاء، يعني مدينه الدار البيضاء فين تزاد في المغرب وقرب الدار البيضاء، وتما فين خدا البكالوريا ديالو، هو وزير الدوله في الجزائر. سبحان الله ديما كنعطيوهم حنا كلشي اللي كيحكمهم مغربي. هاد الشريف بالقاسم هو اللي كان على علاقه غراميه، وكانت انيسه بومدين العشيقه ديالو، وهاد الشريف بالقاسم المغربي حشاها بو الخروبه والله، حشاها لي وقدم لي عشيقته، قال لي خذها هيا ساليت منها، خذها ورشحها ليه للزواج. علاش هذاك الشيء؟ علاش دابا السبب وقيله علاش بخروبه كيكره المغاربه. اوكي الاخوان باش نبداو في بوتفليقه. حبيبه دقيقه انا معاك. واخا نشوفوا مريم ولا بغات. لا غير دخلت جبت السيره الذاتيه ديال هاد الشريف بالقاسم غير باش يعرفوا الاخوان، هو وزير الداخليه اللي تزاد في المغرب بالدار البيضاء، وتحصل على شهاده البكالوريا، وكان ناشط ضمن الاتحاد العام للطلبه المسلمين بالجزائر، ثم اصبح ممثل للطلبه الجزائريين بالمغرب. التحق بصفوف الجيش التحريري الوطني خلال فتره وقف اطلاق النار، عين قائدا للفريق العملياتي للغرب، وانتخب نائبا عن التلمسان في 62، وهو أول من سير المجلس التأسيسي ابتداء من 18 سبتمبر 1963. كان عنده من بعد خدم منصب ديال الوزارة في حكومة بن بلة، ثم عين وزيرا للتربية الوطنية في حكومة بن بلة الثالثة، وبقى هكا يعني. وكان بعد ما تكلف في ظل الحكومة المؤقتة تحت الرئاسة بعد الانقلاب 1965 على الرئيس أحمد بن بلة، يعني كان عنده واحد الدور مهم في هذا. وسبب الانعزال راه هو سببه كيقولوا بومدين، لانه حس بانه حشاها ليه من قدم لي انيسه بومدين العشيقه ديالو. هو استقر في اوروبا، تم نفيه استقر في اوروبا وتخلى عن كل النشاطات السياسيه. وهذاك اخويا الشبح المغربي. وتوفي حاليا اختي السباعيه، قالك توفي في المستشفى الامريكي في باريس 2009، مات في 2009. كان قريب من عبد العزيز بوتفليقه خلال ثوره التحرير الجزائريه. والمصادر اللي منين خديت هادشي من رئاسه الوزاره الجزائريه على هاد الشريف بالقاسم. اما الخبر اللي انه عطانا انها كيفاش عرفنا انها عشيقه الشريف بالقاسم، هذا السفير الامريكي بالسفاره في الجزائر، السفاره الامريكيه بالجزائر، هو اللي كان بعث بواحد البرقيه وكانت سريه وتم الرفع السريه عنها. ومن ضمن هذه البرقيه هي اقاله هذا الشريف بالقاسم، وكانت من اسباب الاقاله ديالو هو انه كان بخروبه كان عرفوا وعلم بانه كان عشيق ديال انيسه بومدين. هما كاينين 4 ديال الاسباب، ومن ضمن الاسباب انها كانت عشيقه الشريف بالقاسم. تفضل اختي السبعيه. بدي اشرحي لنا على ما ندوزو لبوتفليقه. بوتفليقه خاطر صراحه والله لا كنا باقا مصدومه.
الكتاب والله الا سمسمه، تحيه لها الاخوان، والله الا كاين جوج سمسمه كتوبة بلا ما متابعه. ديالك. انا فتحت كتاب واحد، الكتاب الثاني باقي. لا يلا كاين خدمتو. جوج، كاين سيبا بلاتي انا نقرا لك، انا خوتها ما شوف انا ماشي اخوان ديروا أكاديمية. متابعه لسمسمه، والله تحملينيش كامل وهي أكتر من كتصيفط ليا في واحد الكتاب، وسيري الصفحه الفلانيه والصفحه الفلانيه ورا شنو كيقول، باش والله لا الصراحه شكرا سمسمه. شوف اختي ميريبو، انا راه ماشي اكاديمي باش ما يفهمونيش غلط. المهم حنا ماشي اكاديميين اختي، حنا كنقلبوا داكشي اللي كاين كنشاركوه مع سمعي خوتنا ميريبو، المغاربة. راه كاين جوج كتوبه اللي هضروا على كاين سيباران اي سي لاغبان ديال بوتفليقه ديال الصفاوي، وكاين وكاين كتاب اخر اللي هضر عليه حتى هو اللي هو بوتفليقه اون امبوستور الجيريان. هنا تيهضر على الفضيحه ديال حمام بوسيف وعلاقه حمام بوسيف بالافلين وبالمنصوريه غزلان اللي هي ام بوتفليقه. المنصوريه ام بوتفليقه. راه كاين جوج كتوبه ميريبو، هذاكشي علاش انا مخربقه في الصفحات. كاين ديال محمد شيكو بوتفليقه اون امبوستور الجيريان، وكاين الاخر اللي صيفط لكم اللي هو بوتفليقه سي باران اي سي لاغبان. جوج. انا دابا تنقلب باش نوصل للصفحه بالضبط. في دكتور بجوج كتوبه. جبارة، السلام عليكم، مرحبا. تحياتي السي جبار. الا بغيتو قولوا لي امتى نفتح الكتاب، فين هو بعدا كاين هو لا غير بداية يا ايمان، لا اهلا بك الكتاب